السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنحضروا كيكه بالشوكولاط مسقيه كتجي لذيذه وبنينه بزاف، يعني من اروع الكيكات اللي تقدروا تذوقوهم. مكوناتها بسيطه كيف. الا كنتم مهتمين بقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوا 3 ديال البيضات، 2 خمارات ديال الحلوى من فئه 7 غرام، واحد 2 معالق كبار ديال الشوكولاط، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. هنا خديت 2 كيسان ديال الفورس، غادي نستعمل الكميه ديال الفورس ونقول لكم شحال واش قدرتني 2 كيسان ولا قل ولا اكثر. هادو هما المكونات وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير مختلفه شويه، ما كنبداوش بالبيض والسكر، لا كنبداو بالمكونات الاخرى وكنضيفوا البيض حتى الاخير. هنا خديت معلقه ديال الكاكاو المر مع سنيده، غنزيد عليهم الحليب، كاس ديال الحليب، غنزيد معاهم الزيت، ومن بعد غنزيدوا عليهم الشوكولاط. تقدروا تستعملوا الشوكولاط مربعات، المهم داكشي اللي كاين في الدار قداو به. صافي غنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها مزيان مزيان. غنخلط المكونات كامله مزيان مزيان حتى تجانس، ونديرها فوق البوطه حتى تطلع فيها الغليه، وما نحيدش يديا من الخلاط باش ما يهبطش ليا داك الشوكولاط لتحت ويديروا حتى الطبقه لتحت. هانتوما معايا نديروها فوق العافيه. دابا راني نشعلت عليه على عافيه مجهده، نخليه حتى يغلى وانتم معايا. بعد ما طلعت فيه الغليه غناخذوا نفس داك الكويس اللي كنا دايرين فيه شوكولاط، وغنفرغ فيه تقريبا جهد كاس ديال هذا الخليط. هذا اللي غنخليوه باش نسقيو به ان شاء الله. صافي ودابا نكملوا مراحل التحضير. غنبقاو نزيدوا بيضه ببيضه، يعني نتوما عارفين ان هذا باقي سخون شويه، فالبيضه اللي تزيدوها حركوا مزيان مزيان باش ما يطيبش ليكم. بسم الله. ما نضيفوهمش مره واحده باش ما يطيبش ليكم ولا تغلبكم، وحده وحده. عاد من بعد نضيفوا الفرص والخمار. بعد ما نسجموا العناصر مزيان غنزيدوا الفورس. بالنسبه للفورس ما ديروش اكثر من 2 كيسان، يعني ما ضروري 2 كيسان ولا اقل، مهم حيت الخليط ديالو كيجي خفيف بزاف. ها الكاس الاول، بسم الله. سمحوا لي كان كيحسب لي كنصور ساعه ما كنتش كنصور، راني درت 2 خمارات ديال الحلوى ودرت كاس واحد ديال الفورس وخلطت مزيان. كنت حبست الكاميرا ومن بعد ما ديماريتاش باش انها تبدا تسجل. هادو هما هادشي اللي درت 2 خمارات ديال الحلوى ودرت كاس ديال الفورس. دابا غادي نزيد كاس اخر، غنزيد غير نص كاس حتى نشوفها واش غادي تقد ليا نص، وعاد نزيد من بعد، يعني ما نكثروش عليها من الاول. صافي غنخلطو عاوتاني. راه كتجي خفيفه، يعني ماشي بحال الكيك العادي باش تكون مهويه من الداخل اكثر. هانتوما
خاصها تقريبا واحد شويه. غنزيد بالمعالق، المعلقه الاولى وهاد الثانيه الثالثه. بسم الله. صافي، هو هذا القوام ديال الخليط ديالنا. ها نتوما شوفوا، ها هو. خديت المول اللي كيدخل الفران، دهنته بشويه د الزيت ودرت عليه الفورس. ها نتوما ها الخليط كيفاش داير. درت الفران يسخن. بغيتو تسخنوا الفران وعاد ديروا فيه الخليط ديالكم، غيشد لكم 30 دقيقه. بغيتو ديروه في فران بارد غتشد لكم تقريبا بين 40 دقيقه و35. ها نتوما شحال ما هزيتو يديكم الفوق كيتهوى الكيك وكيجي مهوي من الداخل. صافي دابا غنفرغو كامل، غندخلو يطيب ومن بعد ما يطيب ونخرجو نتلاقاو. هو هذا الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران باقي سخون. ناخذ واحد كيردون ولا شوكه ولا فرشيطه ولا شي حاجه. هانتوما ملي كتدخلوه كيخرج ناشف عرفوا انه صافي طيب مزيان. دابا ان شاء الله غنسقيوه بهاد لاصوص اللي خلينا. غير هو قبل غنخليه يتفاهم كاملش واحد دقيقه ولا جوج، عاد من بعد غادي نقطعوه ونسقيه بالشوكولاط اللي خلينا قبيله باش يدخل داك الكراميل يدخل لداخل. بسم الله نبداو نقطعو فيها. وهي هذه الحليوه ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوها، وإلا جربتوها ضروري تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. نقطع لكم واحد المورسو قبيله ملي قطعناه، يعني كتجي ساهله دابا بالزربه تقطعوها وتهزوا منها. بسم الله. هانتوما شوفوا لي التعليكه. ها هي الحليوه ديالي، جات الوقيته ديال التذوق. هانتوما شوفوا كيفاش دايره. يا سلام، بسم الله، لذيذه ولا اروع. كنتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا جربتوها ما تنساونيش من لي لايك، من لو بارطاج، من الكلمه الطيبه. وحتى لهنا غنقول لكم وصلنا للنهايه ديال الفيديو. السلام عليكم.